مشاريع تهيئة أطلقت لتوسيع حقينة هذه السدود التي تبلغ نسبة الملء بها حاليا حوالي 20%. سد محمد الخامس من بين هذه السدود التي تخضع لأشغال التعلية لرفع سعته. روبورتاج سميرة أسبان، رشيد العتابي ونور الدين الواباني. منذ عام 1967 وهذا السد يؤمن الحاجيات المائية لساكنة الجهة الشرقية. سد محمد الخامس أكبر خزان مائي على مستوى الجهة. منذ السنة يخضع هذا السد الذي شيد على نهر ملوية لأشغال تهيئة لرفع سعته إلى مليار متر مكعب. قلة التساقطات المطرية وتراكم الترسبات مع مرور السنوات تسبب في تراجع الطاقة الاستيعابية لهذا السد. كانت الحقينة ديالو 730 مليون متر مكعب. الآن عندنا المخزون ديال السد فيه 165 مليون متر مكعب. فمن بعد نهاية الأشغال ديال التعلية ديال السد غادي تكون فيه تقريبا مليار متر مكعب. إذا كانت فيضانات وكانت الشتاء إن شاء الله غادي كل الحمولات غادي يتم التخزين ديالها في السد. مشروع تعلية سد محمد الخامس يروم تجاوز إشكالية ندرة المياه على مستوى المنطقة وتخفيف الضغط على سد مشرع حمادي. إنها بنية مائية رئيسية أخرى على مستوى الجهة الشرقية. السد الواقع بإقليم توريرت يعد المصدر الأساسي للماء الشروب بالنسبة لعدة مناطق في الجهة، لكن قلة التساقطات المطرية أثرت على حقينته. تم الشروع في تكثيف عمليات إسراع بإنجاز السدود الكبرى، من بينها كاين سد محمد الخامس. فيما يخص الموارد المائية السطحية المعبأة بواسطة السدود، فنسبة الملء ديال السدود بالمنطقة الشرقية في واحد الوضعية ديال واحد 20% تقريبا، وهذا ما يمثل واحد الاكتفاء ذاتي ديال ان شاء الله واحد الفترة ديال ازيد من سنة. نسبة تقدم الأشغال بسد محمد الخامس بلغت حاليا حوالي 18%. إجراءات مختلفة اتخذت لتطويق إشكالية ندرة المياه وتجاوز الخصاص المسجل على مستوى حقينة السدود بهذه الجهة.